هات من العربيه، هات. طب بعد اذنكم كده لو سمحت. محمد صبحي اللي عمل مسرحيات كتير وبيطلع فيها يتكلم عن القيم الإنسانية، عامل السواق بتاعه معاملة العبيد. والفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وخلى الناس كلها تستغرب من تصرف محمد صبحي، خصوصا انه قضى سنين طويلة جدا على المسرح بيتكلم فيها عن الكرامة والعدالة الاجتماعية واحترام الإنسان. انتوا مش فاهمين حاجة. القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير، تغلط كتير، تترفد. اشتغل نص نص، تغلط نص نص، تتجازى. ما تشتغلش خالص، ما تغلطش خالص، تترقى وترقى. ومعظم مسرحياته كلها بتدافع عن المظلوم وبتهاجم الطبقية. وعلشان كده لما طلع في الفيديو بيزعق للسواق بتاعه قدام الكاميرات كأنه عبد عنده، الناس استغربت إن رد الفعل ده يطلع من الفنان محمد صبحي. بعد تكريمه في المهرجان، محمد صبحي كان مروح وكان تعبان جدا من الوعكة الصحية اللي مر بيها في الآخر، ولقى زحمة كتيرة حواليه صحفيين وجمهور، واتصل بأخته سلوى في وقتها وقال لها بصوت عالي وهو بيزعق: فين اللي اسمه سليمان ده؟ سابني ومشي بالعربية، والناس دي كلها ملمومة عليا. وكان باين جدا على محمد صبحي إنه مش عايز يتصور وما كانش طايق الكاميرات. وبعدها السواق جه جري، فمحمد صبحي زعقله وأخد المفتاح من إيده وقال له هات المفتاح، وساق العربية بنفسه وسابه يجري وراه في الشارع. السواق ده اسمه سليمان، راجل عنده 65 سنة، وابنه طلع وعلق بعد الموقف اللي أبوه مر بيه وقال إنه هو كان في الحمام، وإنه سواق محترم ومشي من شغل قبل كده لما طلبوه منه يغسل عربيات. يعني أبويا عنده كرامة، وكمان أبويا مش صغير، ولما طلع هو ما كلموش لأنه مش بيطلع معاه كتير أصلا، هو سواق أخته مدام سلوى، وعلشان كده هو كان بيكلمها لما خرج. وكمل كلامه وقال أبويا غلط بس اللي حصل فيه ده عيب جدا، وده موقف طبيعي جدا، ووالدي طول عمره سواق وبيحصل مع كل الناس نفس الموقف ده، وعادي يعني هو ما أجرمش. وكمل كلامه وقال إن أبويا ما ينفعش يتهان بالشكل ده. ومعظم الناس ردت على الفيديو ده وكتبوا إن كل اللي علموهولنا في مسرحياتك كان كلام فاضي يا أستاذ محمد، بتطلع تدينا درس عن الإنسانية والكرامة، لكن تصرفك مفهوش أي حاجة من الكلام اللي انت بتقوله. وفي النهاية اللي بيدرس القيم لازم يطبقها الأول على الناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تسيب لي رأيك تحت في الكومنتات.